من يظن أن الجامعة العربية لديها القدرة على إسقاط النظام فهو خاطئ، ومن يظن أن الجامعة العربية هي التي ستدفع بالقضية السورية إلى مجلس الأمن فهو واهم أيضا. فعلى الناتو أن يقوم بدوره الإنساني لإنقاذ هذا الشعب الجريح، لأن الجامعة العربية ووزرائها يتسابقون في إصدار قرارات سياسية بعيدا عن النواحي الإنسانية. فسوريا الأسد تملك الرصاص والبندقية والمدفع، وتجوب بطائراتها المقاتلة سماء سوريا وتدمر الأخضر واليابس. فهذا النظام يستمد قوته من ضعف الجامعة العربية ومن ضعف المعارضة، وهذا واضح للعيان، لأن بشار الأسد لا يزال ينتهك حرية الشعب السوري، والنظام السوري ليس بنيته حل الأزمة بشكل عقلاني، ولا يريد أن يجنب البلاد من كوارث أكيدة، بل سيدفع البلاد إلى أتون حرب أهلية، ولن يتوقف عند هذا الحد، بل بدأ يتدخل في شؤون الدول العربية والإسلامية، وذلك لخلق الأوراق في المنطقة والتخفيف من أزمته ولو بشكل مؤقت، مع أن بقاء هذا النظام أصبح من رابع المستحيلات. يوسف بلقر، الأردن.